السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض قرص كده نشربها مع الشاي، ناكلها مع الشاي. انا حطيت هنا ده الدقيق لسه اهوت. حطيت هنا معلقة بمعلقة الشاي ملح، ومعلقة كبيرة سكر، ومعلقة كبيرة سمسم، وحطيت بيكنج باودر وخميرة، اللي هو الورق اللي ايه المقفول ده، ورقة خميرة وورقة بيكنج باودر بس كده. وحطيت سمن، نص كوباية سمن لسه اهوت ايه، هعملهم اقلبهم مع بعض اهمت. وبعدين نحط المية ونسيبها ايه لما تخمر شوية. هنقلبهم دول مع بعض الاول كده، بس نخلي السمن يخش مع الدقيق كده. عندك زيت حطي، سمن مع زيت زي ما انت عايزة، كل واحد يعني الامكانيات اللي بيته بيسمح بيها. ده كيلو دقيق، يعني مش مثلا نقول نص او 3 كوبايات، لا ده كيلو. الكيلو دي بيبقى 8 كوبايات، غير السكر بيبقى 4، اللبن برضه 4، الرز 4. لكن طبعا احنا عشان عارفين ان الدقيق بيكون خفيف فبياخد ايه 8 كوبايات. بصوا معلش عشان انا بس ماسكه التليفون بايد. بصوا بقى هبحب ازاي. هنحط بقى، نبتدي نحط عليه الايه الميه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما نحطش الميه مره واحده، نحاول ان احنا نحطها بالايه بالتدريج عشان ما تطلعش زياده منك. يعني بعدين لازم يكون عندك دي زياده احتياطي، عشان لو طلع منك زياده تقدري ايه تعالج الموضوع. بص هو كده عايز كمان ميه حط له كمان شويه. مش حد يجي يمسك لي التليفون. انا بقول لكم انتوا، يعني انا مفيش حد عندي، بس انا بقول لكم انتوا يعني حد فاضي ولا حاجه يجي يمسك التليفون. ثواني بس كده. خلاص انا عملت الايه العجينه اهيت. خلاص لميتها. هنسيبها بقى لحد ما ايه تخمر، تبقى ترتاح شويه او ترتاح يعني. هنغطي عليها ونسيبها ايه تخمر. لما تخمر هنرجع نقطعها ونعملها مع بعض تاني. بصوا اللي هي العجينه ارتاحت شويه اهي. طبعا هي لسه مخمرتش، بس عشان احنا لسه هنقطعها تاني. بص احنا هنقطعها ونحطها هنا كده جنب بعض، نسيب مسافه، نقطعها صغير كده لان هي لسه هتخمر كمان. لان في المرحله دي لازم نسيبها ترتاح، ولما هنفردها برضو نسيبها ترتاح. بصوا انا قطعتهم هم صغير زي ما وريتكم. هنا بقى بدأت ان انا افرد. تحطيها كده على الصينية وتفرديها كده، تفرد معاكي على طول اهي. كده. على فكرة هما لسه كمان كل ما بتسيبيهم يريحوا كل ما بيديكي نتيجة افضل. يعني احنا مش عايزينهم يكونوا ايه رفيعين، احنا عايزينهم بيقرمشوا بس في نفس الوقت ما تكونش ايه رقيقة. ما بياخدوش وقت معاكي خالص. زي ما قلنا كل لما سيبناهم يريحوا كل ما هيديكي نتيجة ايه افضل. طبعا احنا اي معجنات لازم يكون الفرن ايه عالي، ما يكونش الفرن واطي مش هيديكي نتيجة حلوة، هيديكي نتيجة مش كويسة. دي كده
عشان فاضل واحدة اهي. بصوا كده نرجع عليهم تاني اهو. هنعمل ايه بعد كده الفترة المرحلة اللي هي هنجيب الشوكة. بصوا ان هي هنعمل كده عشان لما يكونوا في الفرن ما ترتفعش معاكي، ما تقبش يعني زي رغيف العيش كده، فكده ايه احسن. بالشوكة بالخلة اي حاجة. عايزين بقى تدهنوا وشهم ايه، ممكن لبن، ممكن بيض، ممكن برضو نسكافيه كده، هيديكي شكل حلو برضو. بصوا كلهم اتعملوا. هنعمل ايه هنا بقى، هندهنهم بقى. عندنا هنا لبن هندهنهم بيه، لبن اهو وكان في الفريزر بس فيه شويه فكوا. هيديكي شكل حلو اوي. طبعا انا حاطه سمسم في العجينه، اللي عايز برضو يرش كده على الوش عادي، اللي مكتفي بالشكل ده وخلاص. يعني احنا ممكن برضو نجيب شويه سمسم، ثواني، او حبه البركه اهوت، حطيت عليهم سمسم. بصوا بس معلش السمسم ابيض تقريبا لما يخش الفرن هياخد لون. واللون بس من كده عشان ايه السمسم يلزق فيه، يعني مش نلمس الفرشة كده من فوق بس عشان ايه السمسم ما يروحش لازق مع الفرشة. بس خلاص كده هدخلهم الفرن وارجع اوريهم لحضراتكم تاني. بصوا عندنا خلاص اهي الراس استوت. طبعا السمسم عشان هو ابيض مش باين، المفروض ان احنا نحط سمسم متحمص. بصوا فين طبعا ديت ممكن ناكلها كده بالجبنه، نحط عليها جبنه وناكلها مع الشاي الصبح. مثلا عندكم اولاد في المدارس، انت بتروح الشغل، جوزك بيروح الشغل، ممكن ياخد معاه كام واحده في علبه كده، يعني تغيير. ما الحاجات دي بتتباع بره في الافران غاليه، فاحنا لما نعملها في البيت احسن. طبعا هي على الصينيه، انا مستنيه بس تهدى شويه عشان ننقلها في حاجه تانية. دي صينيه فويل. اتمنى تكون عجبتكم القرص بالطريقه ديت، وان شاء الله هعملها مره تانية معاكم، بس هعملها بالعجوه المره الجايه ان شاء الله. اتمنى تكون عجبتكم وما تنسوش بقى لايك وشير واشتراك في القناه وتفضلوا معنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.